صباح الخير. مش بقى البتاع اللي هو واحد أوي ده بسم الله كده أحسن. صباح الخير. يومكم جميل إن شاء الله. يوم جديد في الصيدلية، الشفت الصباحي الهادي اللطيف. عايز استغل الهدوء ده بقى في اني اتكلم معاكم في بعض الاشياء المهمة النهاردة ان شاء الله. جالي اسئلة كتير، اسئلة في الكومنتات، اسئلة بتجيلي على واتساب، اسئلة بتجيلي ماسنجر، حاجات يعني اسئلة عند صيادلة سواء طلبة او خريجين او على وشك التخرج او في سنة الامتياز. فيعني ايه، نجاوب على الاسئلة دي النهاردة ان شاء الله. طلع كده الاسئلة ونجاوب عليهم واحد واحد. هبدأ بسؤال كان بعتهولي محمد جمال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنت عايز أسأل حضرتك سؤال. هو أنا كنت شفت آخر حلقة لحضرتك عن الاستعداد لموسم الشتاء، وأنا حاليا نازل في الصيدلية وابتديت أذاكر من كتاب زي كتاب بري وورك لدكتور دهشان، وبحاول أتابع حالات OTC سريعة من قنوات يوتيوب زي أدرينالين، وبحاول أقرأ كتاب Symptoms in the Pharmacy، بس دايما حاسس بتشتت أو لخبطة وسوء إدارة المصادر. وسوء إدارة يعني المصادر بتبقى موجودة قدامي في صورة كتب، مواقع، مجلات، فيديوهات تعليمية، كورسات، تطبيقات، بس كنت عايز أتابع جايدلاينز أكتر والدوزز، ولو في بعض الملاحظات تتقال عن الدواء. كنت عرفت التطبيق إيجي دوز وبيدي دوز جوني براندكس، بس بحس الاعتماد على التطبيقات مش زي ما أكون جايب المعلومة من موقع زي ميدسكيب. طيب، هو الدكتور عنده مشكلة إنه بيقول الريفرنسز كتير والمصادر كتير، لكن انا يعني بتوه فيها، او يعني مش عارف ارتب دماغي، يعني اذاكر ابدا منين واروح لفين. عايز يعني يكون في تنظيم شويه في ترتيب المعلومه وانا بحصل المعلومه. طيب، اول حاجه كويس ان انت عندك مصادر كتير، بس احنا محتاجين نفلتر المصادر دي ونبدا نعمل لها كاتيجورايزيشن كده وتنظيم وترتيب في دماغنا. اول حاجه انت ذكرت ايجي دوز وبيدي دوز كمصادر الاعتماد على الجرعات. اركن ده، ما بنستخدمش ايجي دوز ولا بيدي دوز. انا شخصيا 13 سنه او 15 سنه شغال في الصيدليه، ولا بيدي دوز ولا ايجي دوز. انا من زمان ما اتعلمت خلاص، انا بحسب الجرعه اندبندنت بشكل مستقل. انا بجيب جرعه الدواء بالانديكيشن بشكل مستقل من مصدر موثوق وبحسب الجرعه. هي معادله سهله جدا، في الفلوج اللي فات شرحناها وبطبق عليها. فما تعتمدش على الابلكيشنز السريعه في حساب الجرعات لانها خادعه، يعني مش دايما هتظبط معاك الجرعه، ومش دايما هتجيب لك الانديكيشن الصحيح. ده سريعا. جوني براندكس برضو محدش يشتغل عليه لانه اوت ديتد دلوقتي، خلاص ما بقاش بينزل له اي تحديثات بقاله فتره طويله، فخلاص انا ما بقتش اعتمد عليه نهائيا في الشغل، وهو الاساس عندي ليكزي دراج. فدي ملاحظات سريعه. طيب نيجي بقى للكتب. انت ذكرت كتاب بري وورك لدكتور دهشان، وذكرت كتاب سيمبتومز ان ذا فارماسي، ده من حيث الكتب، وذكرت بعض قنوات اليوتيوب. طب خلينا في الكتب الاول. لازم يكون عندي في دماغي برضو ترتيب للكتب من حيث الكتاب دوت دراج بيزد، يعني معتمد على الادويه، يعني بيشتغل بيذاكر لي الادويه، مركز على الادويه، ولا ديزيز بيزد مرتكز على الامراض، ولا سيمبتوم بيزد مرتكز على الاعراض. اوكي، انا في عندي كتب بترتكز على العرض. يعني ايه العرض؟ يعني بتكلمني عن السخونيه والكحه والصداع، دي اعراض. حلو، زي كتاب سيمبتومز ان ذا فارماسي اللي انت ذكرته، زي كتاب كوميونتي فارماسي اللي انا بشرحه على القناه هنا. دي كتب، دي افضل واحسن واجمل كتب الصيدلي يبدا بيها. ليه؟ لانه انا مشكلتي في الصيدليه مع الاعراض، ان المريض بيجي يقول لي عرض، ما بيقوليش مرض، ما بيقوليش انا
عندي يعني نادرا انه حد يجي يقول لي انا عندي مثلا حساسيه انفيه مزمنه. غالبا المريض بيجي يقول لي انا عندي رشح، عندي برد، عندي عطس، يعني بيجي لي عرض وانا بقى المفروض استكشف ما وراء العرض. يجي يقول لي عندي صداع، والصداع ده ممكن يكون تنشن هيدك، ممكن يكون ساينوسايتس هيدك، ممكن يكون هايبرتنشن هيدك، ممكن يكون سيرفيكال بين هيدك، يعني ممكن يكون حاجات كتير. برضو دوري ان انا ابدا ابحث ما وراء هذا العرض ايه. فالبدايه دايما تكون من ان انا اذاكر كتب الاعراض سيمبتومز، زي سيمبتومز ذا فارماسي وكوميونتي فارماسي زي ما انا ذكرت لكم. دي البدايه. بعد كده في عندي كتب الامراض. كتب الامراض دي خلاص دي بتتكلم عن امراض بشكل مباشر مش اعراض. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نكمل. المثال على الكتب الديزيز اورينتد، يعني معتمد على الامراض، كتاب الفارماكوثيرابي. يعني مثلا لما نيجي نفتح الفهرس بتاع كتاب الفارماكوثيرابي هنلاقيه متفهرس امراض. تمام. النوع الثالث من الكتب دراج اورينتد، هتلاقي الاندكس بتاعه متفهرس بالادويه او بالمجموعات الدوائيه. انا المفروض انا ايه اكتر حاجه بتتعبني في الصيدليه، ايه اكتر مشكله بتقابلني في الصيدليه، اكتر مهاره الصيادله واقعين فيها في الصيدليه هي مهاره الديفرنشال دايجنوزس. ان انا او بالبلدي اللي بيتقال عليها اختصارا، وده طبعا اختصار مخل جدا مش حقيقي، مهاره الاو تي سي. خلاص، اللي هي ان انا اعرف اشخص البيشنت واعرف اعمل له مانجمنت. فدايما انا بقول البدايه بتكون من كتب السيمبتومز، ثم نرتقي لكتب الديزيزز. دي اكتر حاجه انا بهتم بيها وبركز عليها وبفوكس عليها في كل حاجه، في التوصيات اللي بقولها للصيادله، في الفيديوهات بتاعتي، في الكورسات اللي انا بديها، في كل ده اهم حاجه، ده الكور عندي. بعد كده بيسبورت معاك بقى، بيسند معاك الحته بتاعت الدراجز، ودي كده كده بتيجي وانت بتذاكر الديزيز. يعني واحنا بنتكلم مثلا عن البرد والانفلونزا، في الكتاب بيبدا يذكر الادويه اللي بتستخدم في علاج البرد والانفلونزا، فكده كده بنتكلم عليها. فمثلا هيتكلم عن الانتي هيستامينز، فبيقول لي الخلاصه بتاعه الانتي هيستامينز ايه، اهم حاجه المعلومات، الجرعات، الاثار الجانبيه، خلي بالي من ايه، هي فعاله امتى مش فعاله امتى. فهو جاب لي خلاصه الانتي هيستامينز وهو بيتكلم عن ايه، عن البرد وعن الحساسيه. عايز تستزيد بقى، افتح كتاب بري وورك او افتح اي كتاب دراج اورينتد خلاص بيتكلم عن الادويه، وابدا اقرا اكتر عن الانتي هيستامينز، عن السمباثومايميتكس. خلاص بيسبورت معايا. لكن انا كده كده وانا بذاكر الهايبرتنشن مثلا، بذاكر مرض الضغط في كتاب الفارماكوثيرابي، هو بيجيب لي المرض كله بما في ذلك جزء الفارماكولوجي والفارماكوثيرابيوتكس بتاعه المرض. خلاص، فكده كده هتكلم عن الجزء العلاجي وانا بذاكر الايه، المرض نفسه. فبالترتيب كده كتب السيمبتومز، كتب الديزيزز، كتب الدراجز. ليه كتب الدراجز خليتها اخر حاجه، مع انه ده شغلنا اصلا؟ يعني احنا صيادله واكتر حاجه بنهتم بيها هي الادويه، لانه اوريدي الجزء ده انا مذاكره في الكليه، يعني اوريدي الجزء ده انا واخده ومعدي عليا وبعدي عليه كده كده وانا بذاكر الامراض. يعني خلاص اتمنى ان دي تكون ايه، تكون واضحه. لو اخدنا بالنا مثلا او لو بصينا على الفيديو اللي انا بشرح فيه سيمبتومز، يعني في كتاب الكوميونتي فارماسي، احنا كنا بنشرح مثلا الكف. فاحنا بنتكلم على الكف واحنا بنذاكر الكف، اتكلمنا عن كل او اغلب ادويه الكحه، اتكلمنا عن الحاجات المذيبه للبلغم، اتكلمنا عن الحاجات المهدئه للسعال، اتكلمنا عن مضادات الهستامين اللي بتاثر على الكحه، اتكلمنا عن يا رب الدقدقه اللي فوق دي ما تكونش طالعه في الفيديو، اتكلمنا عن الديمالسنس والحاجات الملطفه والاعشاب. يعني عدينا على كل تقريبا الادويه الخاصه بالكحه واحنا بنشرح الكحه. عايز تستزيد اكتر، تتعمق اكتر في ادويه الكحه، افتح بقى الكاف ريميديز او الحاجات الخاصه بالانتي تاسيفز والديمالسنس والاكسبكتورنس والحاجات اللي زي دي من كتب الفارماكولوجي، سواء بقى كتاب بقى بري وورك او كتاب فارماجايد لدكتور دهشان، او ليبنكوت مرجع الفارما المشهور قوي. يعني ايا كان، بس كده كده
بالنسبه لي دي مش اهم نقطه بركز عليها، لاني اوريدي انا بذاكرها، فمش محتاج اذاكرها مرتين. نيجي بقى للجزء الثاني. انت دلوقتي بدات ترتب شويه الدنيا بالنسبه للكتب، وبدات افهرسهم واظبطهم من حيث حاجات symptoms، حاجات disease، وحاجات drugs. وعرفنا ان احنا المفروض الصح نبدا بالsymptoms والديزيزز، والدراجز بتسبورت معايا لكن ما بعتمدش عليها بشكل اساسي. طيب بالنسبه للابلكيشنز، الابلكيشنز بتأدي معايا نفس الفكره، ما هو انا كل ابلكيشن بوظفه في الحته بتاعته. فانا عندي ابلكيشنز زي ميدسكيب، ده بعتمد عليه اكتر في الديزيزز والقراءه عن الامراض، فبيتوظف مع الكتب الخاصه بالامراض. خلاص احنا حطينا دول في كاتيجوري واحده. في عندي ابلكيشنز للادويه زي ليكزي دراج، فدوت هيتوظف مع الكتب والحاجات الخاصه بالدراجز. في عندي كتب تانية خاصه بالدراجز سبيسيفيك شويه، يعني عندي كتاب اسمه دراجز ديورنج بريجنسي اند لاكتيشن، ده خاص باستخدام الادويه في الحمل والرضاعه، فدوت برضو مصنف معايا من ضمن الحاجات بتاعت. فانت هتلاقيني مثلا في فيديو هنا على القناه بشرح فيه عن استخدام الادويه بتاعت البرد للحوامل، يعني الست الحامل دي هندي لها ايه، وهتلاقيني ماشي بمنهجيه معينه كده. انا بذاكر البرد مثلا، او جايب موضوع البرد من كتاب الكوميونتي فارماسي وبذاكره. كتاب الكوميونتي فارماسي بيبدا يذكر ادويه مختلفه لعلاج البرد، فباخدهم دواء دواء وابدا اشيك عليهم وابص عليهم الادويه دي في كتاب دراجز ديورنج بريجنسي اند لاكتيشن، وابدا اقول ده ينفع وده ما ينفعش، ده في عليه دراسات كويسه، ده ما عليهوش دراسات كويسه. خلاص، فدي المنهجيه اللي انا بشتغل فيها. وانتوا هتلاقيني دايما على القناه مهتم اكتر بان انا ابين لكم طريقه الشغل وطريقه المذاكره اكتر من اهتمامي بان انا اقعد اكب بمعلومات واشرح وخلاص. مش هو ده تركيزي الاساسي. هتلاقيني وانا بتكلم في كتاب الكوميونتي همي الاساسي تتعلم ازاي تذاكر لوحدك. هتلاقيني وانا بتكلم في موضوع استخدام الادويه الحمل، ادويه البرد في الحمل والرضاعه، مهتم وبذكر بالتفصيل ازاي انا بجيب المعلومه دي واكتشف الادويه اللي استخدامها عامل ايه في الحمل والرضاعه. هتلاقيني في الفلوجز برضو اكتر حاجه بركز عليها انك هاو تو ليرن، ازاي تتعلم، دي اكتر حاجه انا دايما بركز عليها. ف اللي عايز اقوله ايه، بدانا نوظف نعمل كاتيجوريز كده للكتب والابلكيشنز. ببدا بقى احط لنفسي بلان. المذاكره بتنقسم لشقين هقولهم لك دلوقتي. الشق الاول من المذاكره هو المذاكره الثابته اللي محطوط لها جدول. انا المفروض حاطط لنفسي جدول ان انا الاسبوع ده مثلا هذاكر الجزء هذاكر الابر ريسبيراتوري، حاجات الابر ريسبيراتوري كومن كولد والالرجيك رانيتس والفلو والساينوسايتس والحاجات دي. الاسبوع الجاي مثلا هذاكر اللور ريسبيراتوري، هذاكر الازمه والرب والسي او بي دي، هذاكر النيومونيا، هذاكر البرونكايتس. الاسبوع الجاي هذاكر مثلا او اللي بعده هذاكر الجزء العلوي من الجي اي تي، مشاكل المعده، وبعدين هنزل على القولون ومشاكل الجزء السفلي وهكذا. فانا عندي جدول منظم خلاص. والخطه اللي انا كنت ذاكرها في الفيديو بتاع 5 أسابيع تدريب في الصيدليه في 5 أسابيع، كنت حاطط خطه للامراض اللي هنذاكرها اسبوعيا، هي نفس الخطه دي يعني امشوا عليها برضو. وبعدين ببدا ازود على المحتوى ده المحتوى الثابت اللي انا بحط له جدول. في عندي بقى محتوى تاني اللي هو ديلي او المحتوى اليومي اللي بيعرض عليا في الصيدليه. يعني انا النهارده مثلا جات لي حاله بواسير، اوكي، انا ما ذاكرتش الموضوع ده قبل كده، خلاص اروح ذاكر بواسير. يعني حد جاي يقول لي يا دكتور عايز حاجه للبواسير، انا بكل بصمجه الدنيا رحت جايب اي كريم بواسير ومديهوله عادي. ده جزء البصمجه، ده العادي، ده اللي بيعمله اي حد، ده اللي بيعمله اللي مش صيدله اصلا، تمام. لكن انا محتاج بقى افهم تفاصيل اكتر، عايز اعرف ايه البواسير دي وازاي بتحصل، وايه الدرجات بتاعه البواسير في ستيج 1 و2 و3 و4، ايه كل ستيج منهم، وازاي افرق البواسير عن الشرخ الشرجي الانال فيشر، وايه العلاجيات بقى بتاعه كل ستيج من الستيجز بتاعه البواسير. طيب عرفت العلاجيات، هروح بقى بعد عرفت العلاجيات اخد الادمنستريشن، طريقه استخدام الادويه، هل في ملاحظات معينه على ادويه البواسير ممكن اهتم بيها، اخلي بالي ان انا اقولها للبيشنت. فهروح اقرا الجزء الخاص بالميديكيشنز من المصادر بتاعه الادويه. طب لو ست حامل وعندها بواسير اخلي بالي برضو من الحاجات الخاصه بيها وهكذا. فدي الحاجات اللي بتجيلي ايه ديلي كده، يعني يوميا هيعرض عليك مشكلات وانت في الصيدليه. خلاص، انت الاسبوع اللي جاي ان شاء الله جالك
مريضه بتاخد دواء الغده. طب روح اقرا عن الغده، الموضوع كبير، خد نظره بس مبدئيه وافهم الموضوع بشكل بسيط كده الاول. افهم التحاليل بتاعته بشكل بسيط. خد الجزء بتاع ادويه الغده دي، بدائل الغده. انا عندي الكاربيمازول دوت استخدامه، جرعاته، الادمنستريشن بتاعه يكون ازاي. طيب الليفوثايروكسين او بدائل الهرمون زي الالتروكسين والحاجات دي استخدامها يكون ازاي، جرعتها بتكون ايه، هل في نصايح معينه للادمنستريشن، اخلي بالي الدواء ده يتاخد امتى، قبل الاكل بعد الاكل، يعني في تعليمات معينه خاصه باستخدام الدواء ده. المره اللي بعديها لا احاول اغوص اكتر في المشكله، اشوف لي فيديو بقى محاضره كامله شرح مشكله الهايبو والهايبرثايروديزم وهكذا. فانا ماشي في اتجاهين وانا بذاكر، اتجاه الجدول اللي انا حاطه، واتجاه الحاجات اللي بتجيلي يوميا كده ومحتاج ان انا ايه اذاكرها. معايا نوت، معايا ابلكيشن على الموبايل بتاع النوتس بسجل فيه، او نوت يدويه ورقيه بسجل فيها، بس لازم يكون في بالي انا جالي ايه النهارده، فلازم هذاكر حاجه جديده النهارده خاصه ولو يعني مش لازم ايه اخد سيشن 3 ساعات مذاكره، لا بس على الاقل مريض جه سالني في حاجه اروح اشوف ايه الحاجه دي، اخد فكره واحطها في جدول المذاكره بتاعي. يعني ممكن تتذاكر كمان شهر بس هحطها في جدول المذاكره، انا خدت عنها فكره كويسه النهارده بس هذاكرها بالتفصيل لما اخلص الحاجات اللي انا حاططها عندي ايه كاولويه. ميزه الفكره دي في حاجه بقى، ان انت بتربط اللي انت بتذاكره بالواقع، ببيشنت، بحاله حقيقيه وبادويه عندك في الصيدليه، فانت الموضوع عندك مربط، فالتربيطه دي بتسهل عليا المذاكره وبتحسن من المذاكره. فبعد ما ذاكر مثلا الشرخ الشرجي، رحت ذاكرت الشرخ والبواسير، ذاكرت الهيمورويدز، وجات لي امبارح صيدل مريضه واديت لها دواء اكس. اكتشفت ان انا كان المفروض اسالها طب البواسير دي درجتها ايه، طيب البواسير بتخرج ما بتخرجش، طب لما بتخرج بترجع لوحدها ولا ما بترجعش، عشان اكتشف هي في انهي ستيج، ده اصلا تنفع معاها علاج ولا دي محتاجه جراحه. كان المفروض اسال بس ما كنتش عارف، فبدات اربط اصلا وانا بذاكر الكيس، فمش هنسى مش هنسى. كان المفروض اديلها مثلا حاجه ملين لانه اصلا سبب الشرخ او سبب في سؤال من ملك بتقول انزل اشتغل ازاي وهم بيبقوا مش عايزين طلبه وعايزين خريجين وبيدخلوا دبلوم واداب عادي جدا. انا طالبه في تانية دلوقتي، سالت كتير في الصيدليات عندنا ونزلت اتدربت فتره الصيف اللي فاتت بس مش هيشغلني، فانا مش لاقي مكان اشتغل فيه. بصي يا ملك، استمري في المذاكره، او استمري اسف في التدريب، طبعا مع المذاكره يعني استمري في التدريب، وانت بتتدربي دوري على شغل وهتلاقي شغل، قطعا هتلاقي شغل. حتى لو في البدايه لقيتي شغل بمرتب تعبان مش مشكله، بس عشان بس اقول ان انا بشتغل. فانت لما هتروحي صيدليه تانية، يعني اول صيدليه دايما بتاعه التدريب دي غالبا ما بتشتغليش فيها، وغالبا لو اشتغلتي حتى بيدي مرتب تعبان قوي، لانه هو بيكون بيفضل باصص لك طول الوقت ان انت لسه متدربه. لما تنقلي من الصيدليه دي لصيدليه تانية على شغل، فانت رايحه له عايزه شغل مش رايحه متدربه، فالنظره بتكون مختلفه. بس لما تكوني اول مره تشتغلي برضه بيكون شايف ان انت ايه مبتدئه، فما بيحطش مرتب كويس، مش مشكله. لما تروحي تشتغلي بقى في صيدليه ثالثه او ترجعي حتى للصيدليه الاولانيه اللي كنت بتدربي فيها، انت دلوقتي راجعه له ايه، ده انا كنت شغاله بقالي 6 شهور ماشي، او ماسكه شيفت، او موجوده في صيدليه مع صيادله، يعني شغاله بقبض مش بتدرب، فبتاخدي مرتب اعلى، وهكذا هي بتمشي بالشكل ده، ان كل ما زادت الخبره بتروحي لمكان تاني بخبره اعلى فبتاخدي مرتب افضل. اللي عايز اقوله من كل ده ايه، اللي عايز اقوله انه اول لقطه دي مش مستني منها مرتب قد ما مستني بس كلمه انا شغال في صيدليه، انا اصلا بشتغل، خلاص انا عديت مرحله ان انا بتدرب ودلوقتي بشتغل، فسهل ان انا اروح مكان تاني وتالت على شغل بقى مش على تدريب خلاص. طيب دورتي مره واتنين وما لقيتيش، دوري 3 و4 و5 و6، دوري 10 20 مره مش مشكله، هنفضل ندور على شغل لغايه لما نلاقي شغل، ما مفيش حل تاني، مفيش حل سحري. استخدمي في ده كذا اسلوب، اسلوب ان احنا هنسيرش اونلاين، اسلوب ان احنا هنلف على الصيدليه بنفسنا، اسلوب العلاقات، بابا يعرف حد، عمه يعرف حد، خاله يعرف حد صيدلي بتاع، فيقول له لو عندك شغل بنتنا ملك، دكتوره ملك عايزه تشتغل مش يعني كده. يعني نوعي الطرق اللي بتدوري بيها لحد ما تلاقي شغل، بس اللي بيدور بيلاقي ان شاء الله يعني. وكل ما تفشلي اكتر كل ما ده معنى انت قربتي خلاص هتوصلي اهو.
فحاولي ان انت ايه ما تجيش قبل ما توصلي بحاجه بسيطه وتزهقي وتقولي خلاص مش هدور تاني. ماشي، وربنا يكرمك ويوفقك وان شاء الله تلاقي شغل في اقرب وقت. كان في سؤال كمان من عبق او عبق، يعني مش عارف الاسم ايه، هي تقريبا زميلة من العراق. نحتاج فيديو منك للطلاب اللي هم اخر سنة جامعة شلون يتجهزون لحياة ما بعد التخرج. انا شايف ان حياة ما بعد التخرج دي بنتجهز لها من مش في اخر سنة، بنتجهز لها من بدري. واهم استعداد لما بعد التخرج هو الاستعداد النفسي والمهاري. بمعنى ايه الاستعداد النفسي ده؟ ان انا اكون كونت صلابة نفسية قبل ما انزل اخبط في سوق العمل. يعني ما تخرجش وتكون اول مرة في حياتي اشتغل بعد ما اتخرج وانتي 23 سنة اول مرة تتخرجي. طب وانتي من 5 سنين فاتوا كنت بتعملي ايه؟ فعشان كده دايما بقول انزلوا من بدري، انزلي وخدي صدمات السوق، خدي صدمات الواقع، اتعاملي بقى مع الصيادله التعبانين، اتعاملي مع مساعدين الصيادله التنكين والسخفه واللي ما بيفهموش حاجه، اتعاملي مع المرضى الصعبين، المرضى اللي مش محترمين، اتعاملي بصي واجهي كل مشاكل. طبعا ما بعممش، يعني ما بقولش ان كل المرضى مش محترمين وكل الصيادله وكل المساعدين، يعني اقصد ايه، واجهي الصعاب في الاول وانت لسه في الكليه وانت لسه طالبه، واخبطي وازعلي واكتئبي معلش وعدي بقى المرحله دي يلا ها واصطدمي، وبعدين تعودي تتعاملي مع مشاكل، لان هي مراحل احنا بنمر بيها واحنا بنقابل مشكله. في مرحله اللي هو ايه، انا مش عارفه اتعامل فانا بكتئب بزعل خلاص عايز اسيب الشغل عايز اقعد في البيت، اللي هي اول مرحله اول خبطه. بعد كده انا مش عارف اعمل ايه، يعني خلاص مع كتر الخبطات مش هكتئب بس انا مش عارف اعمل ايه فبصطدم، بخبط بقى بلوش بقى بزعق بقى يعني بعك، مش عارف اتعامل صح. بعد كده المفروض ان انا ايه مهاراتي تبدا تتحسن وابدا اتعامل صح. يا مهاراتي بتتحسن بسبب انه في حد بدا يوجهني، يا اما انا بدات ابحث واتعلم ازاي اتعامل صح. يعني هي ما بتجيش كده ايه وحي ولا حاجه، لا بس هو انا بتعلم او حد بيعلمني، لكن ما انتظرش انه انا هصطدم بالناس او هكتئب وانا لوحدي كده هبقى كويس في التعامل والكوميونيكيشن هيتحسن. لا، بطور نفسي. فاللي عايز اقوله انه نطور نفسنا بقى ونشتغل على الحتت دي قبل ما نتخرج، ده المهم عندي. لان انت لما تتخرجي ايه اول مشكله هتقابلك؟ اول مشكله هتقابلك ان انت عايزه تدوري على شغل. في بقى ناس بتتخرج، عندنا مصطلح في مصر بنقول بطه بلدي. البطه البلدي دي بتبقى قاعده كده، قاعده بتعملش حاجه، يعني عشان تتحرك لازم حد يزقها كده عشان تتحرك، تقوم تتحرك، هي دايما بتحب تقعد تبرك. فانت هتتخرجي ما مرتيش باي تجارب قبل كده، ما اشتغلتيش، ما احتكتيش باي سوق ولا باي واقع. فاول مشكله بتقابلك ان انت مش لاقيه شغل ومش عارفه تدوري على شغل ومش عارفه تدوري على شغل فين ولا ازاي، مفيش ميح ابيض. بينما اللي غيرك بقى اللي كان بيشتغل من وهو طالب، لا هو يعني اولا هو بيشتغل، يعني هو متخرج اصلا، فكره الشغل عندي مفيش مشكله بيني وبينها، واصلا سهل ان انا الاقي شغل لان انا اوريدي كنت بشتغل، فسهل الاقي شغل. بقى عندي جرأة ان انا اصلا ابحث وادور، وعارف بدور ازاي لان انا دورت وانا طالب، وعارف الانترفيو او اللي هو لقاء العمل دوت هيتقال فيه ايه، لان انا اوريدي بالفعل وانا طالب برضو مريت ب انترفيوهات واتسالت وعكيت وغلطت واتعلمت ازاي من اخطائي واتعلمت ازاي اتعامل صح في الانترفيو وهكذا. فالحقيقه اللي عايز اقوله انه استعد ازاي اللي بعد التخرج مش في اخر سنه، ده من بدري. طيب لو انت بتتفرجي عليا دلوقتي انت خلاص في اخر سنه، خلاص يعني ما فيش فرصه ان احنا نرجع بالزمن لورا واعيد حاجه، خلاص انا ما عملتش اي حاجه في السنين اللي فاتت للاسف، دلوقتي انا في اخر سنه. خلاص ابداي من دلوقتي، من وقت ما تسمعي الفيديو ابداي دوري على شغل. طب انا ما اتدربتش قبل كده اصلا، خلاص انزلي تدريب دلوقتي. طب يا دكتور اصل انا عندي جامعه، انزلي تدريب وانت في الجامعه. انا بقول لك زمايلك كانوا بيشتغلوا وهم في الجامعه وبيقبضوا فلوس، مش بيتدربوا، ده بيشتغلوا. وانا واحد من الناس دي، انا كنت بشتغل وانا طالب، وقبل اصلا ما اشتغل في صيدليه انا كنت بشتغل في حاجه بره المجال خالص، يعني كنت واقف مع خالي في محل خاص بيه. وبعدين
بدات انزل الصيدليات، بدات اتدرب، بدات اشتغل، بدات اكسب، خلاص بقيت بشتغل وانا طالب. وفي نماذج كتير لزمايلنا ولاد وبنات بيشتغلوا وهم طلبه، وعندي نماذج كتير كتير لطلبه بتشتغل وهم في الكليه وتقديراتهم كلها ما شاء الله لا قوه الا بالله امتياز، يعني جي بي اي عالي جدا. بل ان بعض الطلبه انا اعرفهم ربنا يبارك لهم بيشتغلوا وهم في الكليه وبيطلعوا من اوائل الدفعه، من العشرة الاوائل على الدفعه. تمام، دي ناس انا اعرفها، مش حاجات انا بقول لك انت تقدر وبتاع، لا دي ناس انا اعرفها. فطالما حد عمل كده اذا ده متاح، ده ممكن. خلاص، مش لازم كل الناس تطلع اوائل الدفعه وهم بيشتغلوا، بس انت هتجيبي تقدير وانت بتشتغلي ازاي. تايم مانجمنت، اداره وقت، بس بعرف اظبط اموري، بعرف هروح الجامعه امتى، هروح الصيدليه امتى، هذاكر امتى، هذاكر ازاي، بقسم جدولي ازاي، اداره وقت بس. فده ده ممكن وده متاح. بالتاكيد قبل ما تتخرج حاول ان انت تاخد شويه كورسات في المهارات الناعمه. ايه هي المهارات الناعمه؟ السوفت سكيلز، مهارة التواصل والكوميونيكيشن. الكوميونيكيشن دي يعني ببساطة شديدة جدا ازاي اسمع وازاي اتكلم، ازاي اسمع وازاي اتكلم، بس ده يعني لو هنلخصها في كلمتين اتنين. والكوميونيكيشن سكيلز دي في كل الحياة، شغل وعلاقات أسرية واجتماعية وكل شيء. برضو محتاج مهارة البرزنتيشن، العرض والتقديم، ازاي اتكلم وازاي اعرض شيء وازاي اوصل معلومة لحد. برزنتيشن دايما في دماغنا مهارات العرض والتقديم مرتبطه بايه؟ برزنتيشن لازم يكون في سلايدات ورايا وبشرح حاجه وقدامي ناس بتسمع وهكذا، مش شرط على فكره. برزنتيشن دي ممكن انا بعمل برزنتيشن في الصيدليه. كذلك مهارات احنا قلنا الانترفيوينج سكيلز، مهارات الانترفيو ازاي اصلا. ولو اخدت بالك اصلا هي ايه مهاره الانترفيو؟ يعني انا لما بعد انترفيو اتسال واجاوب، هي ميكس ما بين الكوميونيكيشن والبرزنتيشن. هي الميكس ده خليط من البرزنتيشن والكوميونيكيشن، وبنضيف عليهم كمان مهاره النيجوشيشن او مهاره التفاوض، وده الجزء الخاص بالسالري والمرتب والكلام ده، الاجازات، يعني اي شيء فيه تفاوض فانا محتاج برضو مهارات تفاوض. هتلاقي ان المهارات الناعمه هي يعني خلاصتها في دي. كل ما زودت كل ما كان افضل. يعني انت ممكن تاخد مهارات البروبلم سولفنج، مهارات حل المشكلات، الريسك مانجمنت، اداره المخاطر، الكريتيكال ثينكينج، التفكير النقدي، الكرييتيف ثينكينج، التفكير الابداعي. كل دي مهارات ناعمه. يعني ايه مهارات ناعمه؟ عشان برضو ايه المهارات الناعمه والمهارات الخشنه؟ السوفت سكيلز والهارد سكيلز. السوفت سكيلز هي مهارات ما بتتقاسش بامتحان. يعني انا مش هدخلك امتحان اكتشف انت في الكوميونيكيشن سكيلز حلوه ولا لا، هي ملهاش امتحان، هي دي حاجه انت بنكتشفها بالممارسه والتعامل. مفيش امتحان للبرزنتيشن سكيلز، مفيش امتحان للبروبلم سولفنج والكريتيكال ثينكينج، مفيش. لا. دكتور محمد علي بيسأل سؤال حلو، بيقول انا حاسس انه الذكاء الصناعي هياخد دورنا في الصيدله المجتمعيه. سؤال حلو جدا. هل فعلا الذكاء الصناعي هياخد دور الكوميونتي فارماسيست؟ الاجابه باختصار شديد جدا لا. لا، مش هيقدر ياخد دوره. لكن هيقلص من دوره، وهيقلص من عدد الصيادله شويه. لكن في شيء مهم جدا 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 انا بعمله في الصيدليه الذكاء الصناعي ما يقدرش يعمله لحد دلوقتي وما بيعرفش يعمله، وهو جزء اني اخد هيستوري كامل مظبوط، اني اعمل ديفرنشال دايجنوز الصحيح. ده الجزء الاول. الجزء الثاني السيمباثي او التعاطف او الجانب الانساني والبشري في التعامل مع مريض. كل ادوات الذكاء الصناعي حاليا ما عندهاش الحته دي، حته انه تتقن انا هسال ايه للمريض عشان اخد اجابه ايه، والديفرنشال دايجنوز يتعمل ازاي، لسه دي مش كامله فيها. وحته وخصوصا في الكوميونتي يعني. والحته الثانيه حته السيمباثي والتعاطف والجانب الانساني، الحته اللي انا كنت لسه بتكلم عليها، فكره الكوميونيكيشن والتواصل مع المريض. لانه انت كمريض، انت او احنا بغض النظر عن ان احنا صيادله، انا احب اللي يكشف عليا
واساله واكلمه عن اعراضي ومشاكلي وحاجتي، يكون بني ادم زيي، ما يكونش آلة او اداة ذكاء صناعي. ف حاليا او في المستقبل القريب لا، الذكاء الصناعي مش هياخد دورنا كصيادله مجتمعيين، دي اول نقطه. النقطه الثانيه انه حتى لو خد دورنا في امريكا واوروبا، هو عشان اصلا يوصل هنا ان هو ياخد دور الصيدلي المجتمعي فاحنا قدامنا مثلا 50 سنه ولا حاجه. يا دكتور محمد، احنا عندنا صيادله في مصر وفي الوطن العربي لحد النهارده بيشتغلوا بالدفتر والورقه والقلم، ما بيشتغلوش بالسيستم اصلا. في عندنا صيادله ما بيعرفوش يشتغلوا اكسل، يعني ارقام الصيدليه وحساباتها ما بيعرفش يشتغلها بالاكسل، تقول لي ذكاء صناعي؟ فاحنا قدامنا سنين طويله لحد ما الذكاء الصناعي يستبدل الصيادله. لا، هو مش هيستبدل. لكن انا عايز اقول لك انه الصيدلي بقى اللي هيعرف يشتغل ذكاء صناعي صح، هيعرف يستغل ادوات الذكاء الصناعي صح، ده اللي هيعدي، ده اللي هيبقى مطلوب كصيدلي موظف، وده اللي هيعدي كصيدلي صاحب صيدليه او كمدير صيدليه. ادوات الذكاء الصناعي النهارده غير ان ليها دور كبير جدا في جانب اداره الصيدليه واداره مثلا الماليات والحسابات وتنظيم الدنيا في الصيدليه، ويساعدني على ترتيب السيستم، يساعدني على تحليل البيانات، يساعدني على حاجات كتير. كمان هيساعدني على المذاكره، هيساعدني على التعلم، هيساعدني في قراءه مثلا اشعه، تقرير اشعه انا مش عارف اترجم التقرير، فسهل يترجمه لي في ثواني، في ثواني، والمريض واقف قدامي في ثواني هيترجم لي تحليل انا مش فاهمه ومش فاهم زياده التحليل دوت ممكن تدل على ايه، او نقص التحليل ده ممكن يدل على ايه، فهيساعدني. وانا بقول هيساعد، مش هيحل المشكله لوحده، لانه لازم الجانب بتاع برضو الكلينيكال سنس. انا لقيت تحليل معين مرتفع او لقيت تحليل منخفض، وليكن مثلا عدى عليا قبل كده حاله الهيموجلوبين بتاع البيشنت جاي لي 4. يعني البيشنت ده المفروض دلوقتي مغمى عليه، ازاي جاي ماشي على رجله 4؟ ده هيتنقل له دم، يعني المفروض في الرعايه دلوقتي هو محجوز وبيتنقل له اكياس دم، ازاي جاي لي ماشي وبتاع؟ انت حاسه بحاجه؟ طب بتدوخي؟ حاسه؟ مفيش. استنتجت على طول انه في حاجه غلط، في حاجه غلط في الموضوع، مش منطقي انه تحليل هيموجلوبين 4 والبيشنت كويس وسليم وزي الفل قدامي، اكيد في خطا معملي. طلع الخطا المعملي ايه؟ ان الدكتور كاتب بدل الارقام بتاعه الهيموجلوبين والار بي سيز، فالار بي سي 4 والهيموجلوبين كان تقريبا 12 13، الهيموجلوبين طبيعي، فكتب رقم الار بي سي في الهيموجلوبين ورقم الهيموجلوبين في الار بي سي. انا ما بصيتش على الار بي سي لاني اول ما شفت الهيموجلوبين 4 اتخضيت اصلا، فما خدتش بالي ان اقرا باقي التقرير. دي ما يلقطهاش ذكاء، دي محتاجه صيدلي عشان تبدا تربط انه هو نظريا والذكاء الصناعي بيقول لي ده في كارثه دلوقتي، بس انا كحد شايف البيشنت قدامي بقول لك لا مفيش مشكله وفي حاجه غلط في التحليل. فده مثال ونموذج على انه الذكاء الصناعي مش هيساعدني بس مش هيعرف يعمل دوري ولا هيعرف يعمل دور الطبيب البشري، لسه بدري على المرحله دي. لكن حاليا في ادوات ذكاء صناعي بس مش للصيادله، في ادوات ذكاء صناعي بيتم تطويرها على مستوى عالي جدا جدا من شركات عملاقه زي IBM وزي ابل، ادوات تشخيصيه عميقه بتشتغل على ليفل مثلا كانسر، وبتشتغل على ليفل اورام مشاكل جينيه وحاجات زي كده، انه بيعمل تحليل لبيانات عميقه جدا، هيستوري بتاع المريض مع تحاليل مع اشعه مع عشان يحاول يوصلنا لدياجنوزس ونوصل لتشخيص دقيق، بدل ما بنمشي في سكه احتمالات كتير. احيانا بيجي لي مريض انا شاكك ان عنده 1 أو 2 أو 3 أو 4، فالطبيب بيضطر يعمل ايه؟ او ده المتاح قدامنا حاليا، انه الطبيب يبدا يعالج بطريقه التراي اند ايرور. يعني انا بجرب العلاج، والله اتحسن تمام، ما اتحسنش يبقى مش ده نشوف غيره، اتحسن تمام، ما اتحسنش يبقى هو الاختيار الثالث، وهكذا. الذكاء الصناعي دلوقتي بنحاول او بيحاولوا يطوروه بشكل عميق شويه وادفانسد شويه، ان هو يساعدنا في تضييق الخيارات الواسعه. لكن لحد دلوقتي هو ما بيعملش دايجنوزس
دقيق من اول مره في كل الحالات. اتمنى النقطه دي تكون وصلت يا دكتور محمد. نكمل الرد على الاسئله واحنا بنعمل الطلبيه. كان في سؤال جاي لي برضو في الكومنتات بيقول يا دكتور الكتب اللي انت بترشحها دي نبدا نذاكر فيها من امتى؟ يعني من واحنا طلبه ولا لما نتخرج؟ لا، هو الكتب اللي انا برشحها تبدا فيها من اول يوم ليك في الكليه، وخصوصا كتب السيمتومز. يعني كتاب كوميونتي فارماسي بتاع بول راتر وكتاب سيمتومز اوف ذا فارماسي، بمجرد ما تعدي بس اول ترم في الكليه يعني بدات تدخل في المود بتاع الكليه وبدات تاخد بقى البيزكس والاساسيات بتاعه الاناتومي فيسيولوجي ومش عارف الحاجات دي، خلاص ابدا بقى اقرا وافهم وانت ماشي. في حاجات هتفهمها اكتر وتستمتع بيها اكتر بعدين. يعني مثلا انت دلوقتي ما خدتش فارماكولوجي لسه، بس بتقرا حاجات وبتحاول تفهمها وانت بتذاكر. عارف بقى لما تيجي انت تاخد فارما في تانية او تالتة بقى وتبدا تربط الفارما اللي انت بتاخدها دي بالحاجات اللي انت كنت بذاكرها وكنت فاهمها نص فهم، هتستمتع جدا جدا بالفارما جدا، لان هي بالنسبه لك دلوقتي ما بقتش فارما مش باصص لها بس بالمنظور النظري، انت باصص لها بالمنظور بتاع الانتي هيستامينز اللي انا كنت مذاكرها في البرد والكحه، ده دلوقتي انا بذاكرها كانتي هيستامينز بقى كتوبك كامل في الفارما، فانا مستمتع بيها لان انا رابطها اصلا بالحاجات اللي انا مذاكرها قبل كده. فبيكون في استمتاع في المذاكره وبيكون في سهوله في الفهم والاستيعاب والحفظ كمان، لانه الاسامي انت مش اول مره تشوفها، انت اوريدي مثلا اللي اول مره في حياته يشوف كلورفينهيدرامين الاسم بالنسبه له طويل وصعب ويلخبط، لكن انت اوريدي كنت مذاكر الكلام ده من زمان وعارف الكلورفينهيدرامين دوت انتي هيستامين وفيرست جنريشن. انا ما كنتش فاهم قوي يعني ايه فيرست جنريشن وسكند جنريشن وايه الفرق بينهم، بس لما اخدت فارما بقى فهمت، فالموضوع بيكون امتع بكتير جدا. فاللي عايز اقوله ايه، لا يا حبيبي ذاكر من بدري، ذاكر من بدري وما تاخدش موضوع انه لا ده استنى اما تاخد فارما، لا ده استنى اما تتخرج، لا ده استناش، ذاكر. ده كان سؤال بيساله تقريبا حد اسمه امام محمد امام او إمام، يعني مش فاكر الاسم الحقيقه. في سؤال تاني برضو حد بيساله، ثانيه كده نشوف عشان الاسئله كتير قوي. كان في حد بيسال بيقول نزول طب بشري في الصيدليه هل مفيد ليه ولا لا، وايه اللي مطلوب منه لما ينزل الصيدليه؟ طيب الطبيب البشري وطبيب الاسنان يعني من واقع اللي انا شفته، يعني يا ريت تنزلوا الصيدليه فتره بس شوفوا الادويه، لانه ان انت تكون طبيب انت هتكون مطالب ان انت توصف ادويه، فانت هتكتب ادويه، فانت لازم يكون عندك خلفيه هو ايه اللي موجود في الصيدليه. ما ينفعش ان انت يكون مصدر المعلومه الوحيد ليك هو المندوب بتاع الشركه اللي بيجي لك، دي مصيبه بقى. ليه؟ لان انت واقع تحت سطوه المعلومات اللي هو بيقولها لك، انت ما عندكش فكره انه الماركت والسوق فيه اكتر بكتير من اللي هو بيقوله، بس انت ما بتشوفش غيره. فلا، انت لازم تنزل فتره الصيدليه، يعني يفضل كذا شهر، يفضل ان انت تنزل من اول ما تبدا خلاص، يعني نقدر نقول مثلا ثالثه، انت في ثالثه خلاص بدات تدخل في المعجنه والمهرسه بتاعه الامراض والعلاجيات، من ثالثه لغايه الامتياز انت بتطحن. ففي الفتره دي انزل صيدليه، بص على الادويه اللي موجوده، انزل صيدليه شوف بيشنتس، شوف الحالات، يعني اسمع المرضى بيقولوا ايه واتكلم وتعامل معاهم، حاول تاخد بقى هيستوري صح زي ما بتاخد في الكتب، طبق على ارض الواقع، حاول توصل لديفرنشال دايجنوزس، يعني درب روحك بقى على الحته دي بشكل عملي وحقيقي. نزول الصيدليه لطب بشري مفيد، بالذات قبل ما توصل مرحله الامتياز والنيابه، عشان يعني هيتعمل منك بطاطس محمره. فقبل ما توصل للمرحله دي انزل صيدليه، انزل لك كده شهرين ثلاثه الصيدليه، شوف الارض الواقع، شوف ادويه، شوف الامور عامله ازاي، شوف روشتات الاطباء اللي زي الزفت عامله ازاي عشان تبقى تحسن خطك حتى وتراعي ربنا في المرضى وفي الصيادله زملائك. يعني شوف بقى، شوف اللي بيحصل. فمهم ان انت تشوف البرسبكتيف ده.
ليه مهم؟ يعني برضو في المقابل انا كصيدلي لما اشتغلت في المستشفى، لما اشتغلت في الرعايه المركزه وشفت الجانب الاخر من الصوره، نظرتي اختلفت للطبيب ونظرتي اختلفت للمريض ونظرتي اختلفت للمرض وللدواء، لاني بقى عندي ادراك بالصوره لا ده انا جاي مع العيان من الرعايه المركزه وعارف الوضع في المستشفى عامل ازاي، وعارف يعني ايه استشاري ويعني ايه اخصائي، والتحكمات اللي بتحصل وامتياز بيحصل فيه ايه والنايب بيحصل فيه ايه وضغط الشغل، وفكره احيانا احنا مثلا ايه بنمشي الدنيا ما فيش وقت ان انا اركز في ديفرنشال دايجنوزس، احيانا الاسترس والضغط بيخليني اخد قرارات مش احسن حاجه، فكره ان انا ابقى ابديتد المذاكره. يعني انا شايف الواقع بتاع زمايلي الاطباء عامل ازاي لما اشتغلت وسطهم في قلب المعجنه في الرعايه المركزه، وشايف طبعا الواقع عامل ازاي عندي هنا في اوت بيشنت في الصيدليه مع المرضى. الصوره الكامله دي خلت تفكيري مختلف، قراراتي مختلفه، فهمي وادراكي للروشته اتغير شويه، فهمي وادراكي الكلام الطبيبي اللي بيقول لما يجي المريض يقول لي الدكتور قال لي كذا، تمام انا فاهم الدكتور فكر ازاي عشان انا كنت في مكانه في مره، او يعني قريب منه جنبه في مره. فانا عايزك تنزل جنب الصيدلي تاخد البرسبكتيف ده والمنظور ده، هو الصيدلي وهو واقف شايف الدنيا ازاي، شايف فكره البديل والمثيل والدواء الناقص والادويه اللي بيكون فيها شورتج في السوق عامله ازاي، شايف فكره المريض اللي بيجي يلح عليا في الصيدليه انه لا عايز علاج يا حاج لازم تروح لدكتور، لا معلش هات لي علاج. طب انا الصيدلي بيتعامل ازاي؟ التعامل مع المضادات الحيويه وصرفها والحاجات دي، مشاكل اللي بمر بيها الصيدلي، لما تعدي بالحته دي بيكون عندك تصور كامل وشايف الصوره بتاعه المريض من اول ما جالك وهينزل والروشته وصرفها وتعاطي الدواء واللوب الكامله والدايره الكامله انت شفتها. فحتى اصرارك على فكره لا انا عايز الدواء ده مش عايز البديل هتبقى اخف وطأه وهتبقى مش متعصب جدا في الحته دي، لان انت شفت الدنيا عامله ازاي في الصيدليه. فكره مراعاه الخط وتوضيح الامور والكلام دوت هتبقى مراعي الحته دي في الصيدليه. هتقدر قوي قوي الصيدلي الشاطر، هتقدره جدا، وهتفهم دور الصيدلي كزميل بنكمل بعض في المنظومه الطبيه، لان المنظومه الطبيه الحقيقه معقده ولازم يكون فيها تكامل. ودي من الحاجات الجميله اللي انا الحقيقه استفدت منها لما اشتغلت كلينيكال، اني حسيت اكتر وفهمت اكتر مش بس دور الطبيب، دور الطبيب والدور العميق جدا جدا للتمريض، دور محوري رهيب للتمريض حقيقي، يعني جنود مجهولين. الدور بتاع الناس بتوع الاشعه، الناس بتوع التحاليل سواء اطباء او فنيين، الدور بتاعهم كريتيكال جدا. يعني احنا بناخد قرارات غايه في الحساسيه بناء على التقرير اللي جاي لي من مثلا الطبيب بتاع الاشعه، وكلنا هنقف مستنيين دكتور الاشعه بس هيدينا التقرير بناء عليه هناخد الديسيشنز سواء في المانجمنت او في الدايجنوزس. كذلك تحليل بسيط هيودي العيان في التراك ده في السكه دي او في السكه دي. ففكره التكامل والانتجريشن بتاع المنظومه الطبيه ده مهم جدا جدا. مفيش حاجه اسمها انا اهم، ومفيش حاجه اسمها انا ليا الاولويه او انا ليا الافضليه، لانه لو وقع عنصر في المنظومه كلها بتقع. يعني تخيل معايا السيناريو ده، مريض عنده مشكله طبيه ما، عمل تحاليل في احسن معمل والاستشاري طلع احسن ريبورت، عمل اشعه في احسن مكان وطلع له احسن ريبورت، اتشخص افضل تشخيص، التمريض اهتم بيه افضل اهتمام، طلع من المستشفى اموره كلها كويسه، محتاجين بس الروشته من الصيدلي والصيدلي يديله التعليمات الصح للاستخدام ونقفل بس الحته دي. الصيدلي عك في الحته بتاعته، بوظ كل حاجه، انهار كل اللي شوف المنظومه والسيستم اللي اتعمل ده كله، وكل الزملاء اللي تعبوا دول في الحاله الصيدلي جه بوظه. انا بضرب مثال، احيانا ممكن اللي يبوظ السيستم ممرض اتعامل غلط مع الحاله، احيانا ممكن يضرب لي الدنيا تحليل غلط، اشعه غلط، ريبورت طالع مش مظبوط، بوظ لي الدنيا كلها. ففكره انه احنا كلنا في دايره بنكمل بعض، دي فكره ده شيء اساسي لازم يكون مزروع في اذهان الطاقم الطبي كله. فالخلاصه كل ده بحكي ليه علشان اقول انه الاطباء البشريين
يفضل جدا 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 انهم ينزلوا صيدليه فتره كويسه، عده شهور، مش اسبوع ولا 2، لا شهرين 3 4، اتهرس في المعجنه بتاعت الصيدليه شويه، وبعد كده كمل حياتك، ربنا يعينك على اللي انت هتشوفه بقى ان شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. أنا عايزة قلم لانتوس اللي هو صغير، وعايزة شريط استابكس 40 على 10 على 25. حاضر. قلم لانتوس يا استاذه بعد اذنك من الثلاجه. ده شريط ولا علبه عايزه شريط؟ شريط. لانتوس المشوار بعيد ولا حاجه؟ تاخدي تال؟ لا لا، ده هنا قريب. تمام. عندك حموضة ولا ارتجاع؟ نعم. عندك حموضة أو ارتجاع؟ عشان الشرقة دي. انا عندي كحة متعالج منها، باخد علاج كتير والتهاب رئوي والدنيا بايظة. ألف سلام عليك. باخد علاج برضه للمعدة عشان الحموضة والكحة. حاضر. الكحة دي شبه الكحة بتاعت نعم؟ الكحة دي شبه الكحة بتاعت الحموضة عشان كان عندي كحيت فترة جامدة، فلما رحت كشفت قال لي عندك التهاب في الرئة اليمين مع حساسية صدر. فاخد بالك كشفت، خدت أدوية كتير عشان الكحة، لسه لها توابع بقى. يعني هي هديت دلوقتي؟ هديت الحمد لله، أحسن من الأول. الحمد لله. ولسه ماشي على دواء المعدة؟ ماشي عليه. انت عارفة انه بعد ما تفتحي الدواء وتبدأي تستخدميه ما يتحطش في الثلاجة. ما تحطش في الثلاجة ازاي؟ هنحط. لا يتحط عادي بره، هو بس طول ما هو لسه ما استخدمش بتحطيه في الثلاجة، لكن خلاص انت فتحتيه وبدأت تستخدميه ما يتحطش في الثلاجة. والله ده احنا بنحطه من كتير على طول في الثلاجة. خلاص ما تعمليش كده بقى. خلاص ماشي. ودايما لما يعني ما تديش نفسك في نفس المكان كل مرة. يعني ايه؟ هو انا جوزي انا عنده باخد 4 وحدات بدله في الحته دي كده. كل مرة في نفس المكان؟ لا. في الدراع اللي في ده. دراع مرة يمين مرة شمال، مرة الفخذ يمين مرة شمال، سمانة في البطن يعني. عشان لما الانسولين يفضل يتاخد في نفس المكان يعني بيضر الانسجه اللي موجوده في المكان ده باستمرار. يعني ينفع في الفخذ عادي؟ اي مكان تحت الجلد. ماشي. اي مكان. ماشي. يعني اكيد مش هنحطه في الثلاجه على كده؟ بديله واحطه في الثلاجه تاني؟ لا بعد ما بيتفتح خلاص ما يتحطش في الثلاجه. لكن لو انت مثلا جايبه علبه فيها 5 اقلام مثلا، يبقى ال5 اقلام او ال4 اقلام هيتحطوا في الثلاجه طول ما هم مش مفتوحين، اللي اتفتح بيتحط بره. خلاص. اتفضل. وعليكم السلام ورحمه الله. زي معلش بتخاف من الصيدليه عشان. طب ارفعيها كده. لا مش هيديكي حاجه، مش هيديكي. الف سلامه عليك. ايه خايفه من ايه؟ هي في ناموس ولا حاجه في المكان اللي انتوا فيه؟
هي عندها قد ايه؟ عندها سنتين بس يا ماما. خلاص يا لولو ما تخافيش يا ماما. حمودي حمودي في القصة مثل حمودي. تقعد تهرش فيها. بتقرش فيها وتقطعها كمان من القرش. طب هي بصي غالبا في حاجه بتقرصها. الناموس، نمل، مش عارف. تأكدي بس من النقطه دي. لا هي مفيش حاجة الحمد لله. ماشي. وانا عايزة في تاني؟ عندي اكزيما؟ بيطلع فيها على طول كده. بستعمل في اي مكان تاني غير الايد؟ لا هي بس مشكلة كمان انا باجي استعمل جريل. ما هو ده اللي هيزود الموضوع. كل الحاجات دي بتزود الموضوع جدا. انت اول حاجه لازم كل الكيماويات دي هتبعديها عن ان هي تحتك بجلدك بشكل مباشر. هتجيبي جوانتي مخصوص للمواعين، جلافز مخصوص دوت لغسيل المواعين. يعني طبعا مش كوبايه كده هلبس لها جلافز، يعني لما تكون مواعين دي اول حاجه. تاني حاجه مرطبات دي يعني زي الميه والاكل. اي مرطب خالص. انا لا. عايزه مرطب صحي كويس ليا وليه. انت هتاخدي نوعين مرطب، هتاخدي عشان كريم. كمان بيجي برضه في وشي في المنطقه دي كده بيبقى فيها قشر على طول. تمام. طيب الاكزيما دي هندي لها نوعين مرطب. تعرفي تجيبي الفازلين اللي فوق ده؟ اه الصغيره ولا الكبيره؟ الكبيرة بس يعني مش مشكلة. ماشي. ده هتاخدي ده، هتحطي منه، وبعد ما تحطي منه هتروحي جايبه الفازلين وحاطه فوقيه فازلين. ماشي. الفازلين يعتبر ايه، بيقفل على الكريم عشان ما يتمسحش ولا يتبخر منه جزء ولا حاجه، نستفيد منه كله. دوت اهم حاجه عندك. الاتنين دول فيها هرش شديد ولا حاجه؟ بيبقى فيها هرش مقطعها بس هي دلوقتي يعني مهديه شويه. طيب لما يكون في هرش، لما يشتغل الهرش بس هتحطي ده، هتحطي ده ديرموفيت لما يكون في هرش. عندك منه؟ طيب تمام خلاص. طالما عندك بس هتستخدميه. استخدمه هو الاول وبعدين دول ولا ايه؟ دوت هتستخدميه مرتين في اليوم لما يكون في هرش. هتستخدمي الديرموفيت، لكن دول معاكي طول اليوم، طول الوقت، طول ما انت ايدك فيها سنه جفاف على طول الترطيب. بالذات بقى ان احنا داخلين على الشتاء وهيزيد. هي بتروح وبترجع تاني. ما طبيعي، كل ما هتستخدمي الكريم دوت هيهديها، دوت هيمنع ظهورها اصلا. بالنسبه ليها هي بقى هتاخد الكلامين لوشن دوت، هتدهني منه كده، ترجيه قطنه كده على كل الاماكن اللي فيها حساسيه دي. وهتاخد هي كام سنه قلتي؟ سنتين. طب ده عندي دوت الفس كانت اخدت شرب؟ منه طب خلاص تمام. مره يعني على مرتين هدى برضو الهرش وهدى الموضوع. تمام. لسه عندك؟ ما لسه هو موجود. عندي بس انا خايفه يكون يعني بقيله مفتوح بقاله قد ايه؟ لا بقيله كتير. شهر 2؟ لا اكتر. 6 شهور؟ لا بس هو في الثلاجه يعني. خلاص 6 شهور. اي دواء عندك مفتوح عدى 6 شهور شرب يترمي. القطرات اسبوعين، المضاد الحيوي بعد ما بيتحضر اسبوعين. انا خايفه برضو منه يعني ما رضيتش اديها برضو فوق كده. لا خلاص خلينا في الستريزين، في الزيرتك. خدي يا ماما بس يا بنتي بس. عارفه اللي بيعمل مشاكل في الصيدليه بنعمل فيه ايه؟ هتاخد من دي 2.5 سنتي مره واحده بس بالليل. 2.5 سنتي مساء. لو الحساسيه شديده جدا خليهم مرتين، بس هي غالبا مره واحده بيكون كفايه مع اللوشن ده.
الوشن مرتين في اليوم. يا بنتي بس انت عندك ديرموفيت صح؟ اقفل الباب ورايا بقى. الحمد لله خلصنا النهارده اليوم بتاعي في الصيدليه النص شيفت ده. نور كده. هو ماله ضلم كده ليه؟ ايوه تمام كده. المهم يعني اللي عنده اي سؤال او استفسار او اي حاجه محتاج ان انا اجاوب عليها ان شاء الله في الفلوجات الجايه يبقى يبعت لي، اكتبه في الكومنتات وانا هبقى اجاوب عليكم ان شاء الله.